في هذا الفيديو غنشارك معكم جميع النصائح والملاحظات المهمة باش كينجح البطبوط اولا الخبز العربي كيجي منفوخ وخاوي من داخل بطريقة سهلة بزاف وممكن نستعملوه للسندويشات اولا الفطور هيدا في الصباح. ونبداو في المقادير والطريقة. بالنسبة للعبار خذوا اي كاس عندكم وعبروا به المكونات كاملة. فغنحتاجوا واحد الكاس ديال الحليب دافي، واحد الكاس ديال الماء دافي، واحد معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية اللي هي الخميرة ديال الخبز، واحد معلقة كبيرة ديال السكر. نخلطوا هاد المكونات مزيان وغناخدو 5 الكؤوس ديال الدقيق ونحاولوا نغربلوا هاد الدقيق مزيان بهذا الشكل هذا. وغنضيفوا نص معلقة صغيرة ديال الملحة ونحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا اولا الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للدقيق من الاحسن نضيفو تدريجيا حيت العجينه اللي خاصنا نتحصلوا عليها خاصها تكون رطبه وتكون كتلصق شويه في اليدين. ضروري ما خصناش نعملوا العجينه تكون قاصحه نهائيا باش كيصدق معنا البطبوط ديالنا. من بعد ما كنجمعوا العجينه ديالنا كنحطوها هيدا على سطح العمل وكنحاولوا ندلكوها واحد 2-3 ديال الدقائق. ندلكوها واحد شويه ومن بعد غنحطوها هيدا في اناء ونغطيوها بلاستيك غذائي. نحاولوا نغطيوها مزيان ونخليوها تختمر مده ديال 40 دقيقه حتى كيتضاعف الحجم ديالها. بعد كنرجعوا وكنحيدوا لها هذاك بلاستيك غذائي ونحاولوا نخرجوا منها هذاك الهواء اللي كيكون فيها على هذا الشكل هذا. ونحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا على هذه الطريقه هذه. هنا كنرشوا شويه ديال الفينو على سطح العمل وكنهزوا وكنحطوا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للفينو ممكن تعوضوه بالدقيق، ممكن تستعملوا الفينو اولا ممكن تستعملوا الدقيق. هنايا ما درشوش بزاف غير واحد شويه باش ما لصقناش العجينه على سطح العمل وصافي. ونحاولوا نشكلوها على هذه الطريقه هذه ومن بعد كنقسموها ل7 ديال القطع. انا هنا قسمتها 7 ديال القطع كيجي الحجم ديالهم هيدا متوسط. ومن بعد كنبداو نشكلوها هيدا على شكل كريات. كنحاولوا نعوضوهم مزيان بهذه الطريقه هذه. هنايا ممكن تستعملوا الميزان اولا ممكن نعملوا غير عينكم ميزانكم هيدا يجيو كريات قد بعضهم. هنايا انا في كل واحده عملت فيها 165 غرام. ومن بعد كنحطوها هيدا في الصينيه اللي فرشتها هيدا واحد المنديل وكنزل فيه الكريات ديالي على هذه الطريقه هذه. صافي كنستمروا بهذا الشكل هذا حتى كنساليو ديك العجينه كامله اللي عندنا. ومن بعد هنايا كنغطيوها بلاستيك غذائي. ضروري كنغطيوها ببلاستيك حيتاش الا خليناها هيداك في الهواء فكتكون لنا واحد القشره من الفوق وما كتبقاش العجينه رطبه. داكشي علاش كنغطيوها هيدا بلاستيك غذائي. وهنا ما كنخليوهاش يتخمر نهائيا. مباشره كنمروا باش نطلقوها ونبداو نطيبوا مباشره. هنا العجينه ما كنخليوهاش يتخمر مره ثانيه نهائيا. هنا كناخذوا واحد الكريه وكنبدا نشكلها ونطيبها مباشره. ناخذوا شويه ديال الفينو اولا ممكن نستعملوا الدقيق غير شويه ما تعملوش بزاف غير باش ما تلصقناش العجينه. وكنزدوا العجينه ديالنا وكنحاولوا نطلقوها هيدا على شكل دائري. هنا كنحاول نوري لكم السمك ديالها كيفاش خصو يجي. ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. ونمروا للمرحله المهمه اللي هي المرحله ديال الطياب. فناخذوا اي مقله عندنا خفيفه اولا ثقيله كيف ما كانت كنحطوها على النار متوسطه. كنخليوها غير كتسخن واحد شويه وكنحطوا فيها الخبز ديال البطبوط ديالنا. كنخليوه فوق النار متوسطه حتى كيبدا يعمل دوك الفقاعات كيف كتشوفوا هيدا من الفوق. مباشره ديك الساعه كنقلبوه من جهه اخرى. ديك الساعه كنجهدوا العافيه كنعملوا هيدا النار مرتفعه وكنخليو البطبوط ديالنا على نار تكون مرتفعه وكنبقاو نقلبوه كل 5 ثواني. يعني كنحسبوا من 1 حتى 5 وكنقلبوه حتى كيبدا كينتفخ معنا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. طريقه سهله بزاف وكيجي رائع هذا الخبز هذا. ومن بعد هنايا من بعد ما الخبز ديالنا كينتفخ بهذا الشكل هذا ديك الساعه كنخليوه حتى كيتحمر من جميع الجوانب ومن بعد كنحيدوه. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. هنايا واحد الحاجه الا شفتوا البطبوط ديالكم هيدا فيه شي ثقب شي بلاصه اولا شي حاجه فكتنزلوا عليه غير ديك سباتولا اولا اي حاجه كتنزلوه في ديك البلاصه باش ما كيخرجش الهواء. كيف ما وقع لي انا مع هذه فكان فيها هذيك الثقب هيدا من الفوق نزلت عليه غير هيدا سباتولا وكيتنفخ بكل سهوله وكيجي رائع بزاف. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو الكميه كامله. انا هنايا كنت كنطلق كل وحده كنطلقها مباشره كنطيبها ما كتجي طيب اخرى حتى كنكون طلقت اخرى. يعني كيكون عندي الخبز المقله كيطيب وانا كنطلق وحده اخرى وكنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنسالي الكميه كامله. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. بطبوط كيجي رائع بزاف خاوي من داخل. وما تنساوش تخليو لي لايك واشتراك باش دائما يوصلكم جديد ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.